في حاجات كتير على الاقل لما بطلع بره دايره الروتين وبكسر دايره القطيع اللي كلنا ماشيين فيها، مش ممكن اطلع بنتيجه مختلفه. مش ممكن اطلع بنتيجه عمري ما فكرت فيها اصلا ان انا اوصل لها في يوم من الايام عشان بس قرار ان انا مشيت مختلف. الفكره دايما ان اي حاجه في الحياه كبيره وليها ثمن كبير لازم يكون قدامها مخاطره، وما تحاولش تقنع نفسك باي حاجه غير كده، ان الحاجه الكبيره الثمينه دي مش هوصل لها غير وانا مأمن نفسي. طيب في حاجات كتيره ما ينفعش انك تاخد فيها قرار غير وفيها مخاطره. ما ينفعش اصلا انك تاخد حاجه كبيره قوي غير لما تسيب حاجه كبيره قوي. مش هتمشي ان انت عايز تاخد كل حاجه، مش هتمشي كده. ومفيش في مره انت هتمشي في حاجه عشان تكوش على كل حاجه غير حاجه هتبوظ. انا نفسي انجح في المجال ده والمجال ده والمجال ده. اسعى. بس هل فعلا النسبه دي قابله للتحقيق بنسبه بيرفكت ان هي هتحصل؟ في حاجات في النص هتقع منك. انا اصلا حاطط نسبه الخساره للحاجات اللي انا هفقدها في الطريق مقابل الحاجه اللي انا عايزها. لو انا عامل حسابي على كده استمر يا باشا.